الحقيقة إنه ربنا مش بيهتم بالناس. أنا مش مقتنع إن إحنا نقدر نثق في الله. أنت مش شايف إنه القتل والعنف والكراهية هيقضوا في يوم من الأيام على أتباعه؟ اوعى تكون موهوم إنك تمشي ورا إله بيحبك هيسمح إنك تتألم كتير، وده يخليك تؤمن بربنا؟ غباء، ده غباء. ربنا على طول بيتجاهل الشر اللي بيعمله الناس. ربنا مش بيسمعنا. أنت غلطان لو قلت إنه ربنا يقدر، بس أنا عارف إن إحنا نقدر نصلح كل حاجة لوحدينا. اوعى تنخدع وتفكر إنه ربنا بيهتم بينا، إلا لو بصينا للأمور بطريقة مختلفة. ربنا بيهتم بينا. اوعى تنخدع وتفكر إن إحنا نقدر نصلح كل حاجة لوحدينا، بس أنا عارف إن ربنا يقدر. أنت غلطان لو قلت إنه ربنا مش بيسمعنا. الناس اللي بتعمل الشر تتجاهل ربنا على طول. ده غباء، ده غباء إنك تؤمن بربنا. اللي هيخليك تتألم كتير إنك مش هتسمح تمشي ورا إله بيحبك. اوعى تكون موهوم. أتباعه في يوم من الأيام هيقضوا على العنف والقتل والكراهية. أنت مش شايف إن إحنا نقدر نثق في الله؟ أنا مش مقتنع إنه ربنا مش بيهتم بالناس، لأنه الحقيقة ربنا بيهتم بيك.